يا صباح الهنا، ازيكم عاملين ايه؟ خلاص رمضان يا بنات بيودعنا بجد، والله العظيم كانت ايام جميله. ولا بعودة يا رمضان ان شاء الله ربنا كده يرزقنا. وادعوا كده على قد ما تقدروا الايام دي، والله ايام جميله، ربنا يرزقنا يا رب ويسترها معانا. يلا بينا بقى نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم ونبدأ بقى نشوف هنعمل ايه. انا النهارده كده كان عندي اختي جايالي وما كنتش عارفه الصراحه اعمل اكل ايه. فاتصلت بواحده كده بتعمل خضار وكده، فقلت لها خلاص نضفي لي كده، قلت لها على الكميه اللي انا عايزاها، نضفي لي بقى بتنجان ابيض بتنجان اسود وفلفل. عشان بصراحه كنا بعد العصر وما كنتش اعرف، فقلت ايه اكله هنيه تكفي 100 وان شاء الله هيقضي. وضبطهولي الصراحه وبعتتهولي يعني بعد نص ساعه بالظبط كان عندي. عقبال ما بعتته بقى كنت انا عملت التسبيكه بتاعتها. وكنت جبت ايه، لقيت البانيه ب 200 جنيه، وعقبال ما لسه ما هحط له بيض واحط له فيجيتار، قلت لا انا هجيب كده كيس دوت من كارفور او من اي مكان جنبك. في انواع كتيره بقى صدور بانيه كده، هجيبها واقليها على طول هتبقى اوفر لي. طبعا كان ب 155 ما شاء الله، في حوالي 20 قطعه. الصراحة زي الفل. هنا بقى كنت بعمل التقلية بتاعة المحشي طبعا. كان حوالي 4 بصلات كبار، اسيبهم بس كده. انا بعمله بزيت يا بنات، ما بحطش عليه سمنة، بحط السمنة وانا بسويه في الاخر. حطيت كده حبة زيت كويسين، وحطيت 4 بصلات عملتهم في الكبة يا دوبك اصفروا معايا. وبعد كده نزلت ايه بشفشقين كبار طماطم كده، مش بصفيها. الطماطم بتاعه المحشي انا مش بصفيها، بضربها كويس قوي في الخلاط وبحطها كده يا دوبك هتاخد وتدي كده عبال ما اشوف هعمل ايه. كمان بقى ايه، قلت اعمل ورق عنب، يعني هعمل محشي من غير ورق عنب. لا، ورق العنب الايام دي حلوه قوي. جبته كده يا دوبك ايه هسلقه وامسكه بقى ايه. طب هي نفس الخلطه اللي انا بعمل بيها الباذنجان، هي الخلطه بتاعه الكرنب، هي الخلطه بتاعه ورق العنب. بتاعت ورق العنب المحشي كله خلطه واحده. هنا بقى كنت يا دوبك ايه نضفت الخضره بتاعتي، وكانت اختي جت بقى دخلت معايا بقى ربنا يخليها لي. دخلت معايا ايه بقى وضبت الخضره قطعتها وغسلتها. وكان البتنجان طبعا جه ومسكناه غسلناه وحطيناه في مصفى كده. وايه قلنا نسبك التسبيكه بتاعته عشان تتعمل على طول، يعني كان والله العظيم كان بعد العصر يا دوبك صليت العصر ودخلت كده. بصي التسبيكه بتاعتي ضاقت وبقت زي الفل. هحط لها بس ايه معلقتين صلصه كده عشان الطماطم ما كانتش حمراء قوي، وانا بحب الطماطم حمراء كده. هنا بقى كنت خلاص حطيت بقى معلقتين الصلصه، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت ملح والكمون طبعا المحشي يعني توابل بقى، وحبه كزبره. توابلك الحلوه بقى دي كنت لسه طحنه التوابل وريحتها تحفه. والله بجد التوابل لما بتطحنيها كده حبه بحبه احلى ما تبقى مطحونه عندك ومركونه بكتير. خلاص كده بقى ايه، حطيت كده جهزت الخلطه بتاعتي والرز ده بقى. هاتي الكميه طبعا كل واحد عارف الكميه بتاعت المحشي بتاعه ايه. هنا ده كان حوالي كيلو ونص. حشالي عمل لي كل الكميه بتاعتي. هحط عليه الخضره بقى كده طبعا مغسوله حلوه قوي ومتقطعه. اختي فضلت تقطعها كده وتقطعها على الرخامه. بعدين بقى احط ايه يا ستي، احط الرز، احط عليه بقى الخضره، واحط بقى التسبيكه. احط التسبيكه حبه حبه عشان ايه، لو فاض مني اشيلها. عشان خاطر انا بحبش اشيل تسبيكه محشي بالرز، لا انا بشيلها من غير رز بتبقى احلى. بالرز طبعا لو شلتيها بتبقى الرز معجن معاكي ومش كويس. لكن انا بشيلها كده. هنا طبعا بقى انا واختي كده كل واحد مسك حله زي الشاطرين كده. هي حشت حاجه وانا حشيت حاجه والحمد لله خلصنا. يعني والله بجد الايادي المحشي عايز ايادي حلوه والله يا بنات. عملت كده حله ورق عنب، وعملت حله كمان تاني. وعملت كده بقى البتنجان والفلفل وظبطت كده وسبت بقى ايه يعني على الساعه 4:30 5 الا ربع كده يا دوبك ببدا اسوي المحشي، عشان احنا بنحب المحشي سخن. نحبه سخن كده ويا دوبك نحطه في الصينيه ونقعد بقى مع نفسنا. طبعا انا عايزه اقول لك ان انا مطبخي جميل وبوتاجازي اجمل والدنيا هايصه. طبعا احنا ايه قلنا ناكل اكله مع بعضنا كده، نفطر مع بعضنا قبل رمضان ما يخلص. ونبدا بقى في الشقق وكركبتها بقى، وان شاء الله ربنا يقوينا بقى. احط كده بقى ايه، انا ما كانش عندي شوربه الصراحه، حطيت كده حوالي لتر ميه يغلي على البوتاجاز، وحطيت فيه التوابل او مرق الدجاج يا دوبك بس يغلي. وبعد كده تسقي بقى ايه الشوربه دي. طبعا بقى هنا جوزي ربنا يخليهولي كان جاب لنا بقى حاجات مخلله بقى، يعني هناكل كده من غير مخلل. كان جايب ترشي وكان جايب زيتون، خدت الصراحه الترشي فتحته، بس الزيتون لا شلته في التلاجة. وهنا بقى كان في حبه حاجات كنت جايباها ولسه ما رصيتهاش مكانها. بطاطس وبصل شلت بقى، اللي بتشال في السباتة شلته واللي بتشال في التلاجة شلته عشان خاطر اهدي المطبخ شوية يعني. انا بحب اغسل الطماطم يا بنات قبل ما اشيلها. اي طماطم بجيبها بحب اغسلها، او لو مش هتغسليها بحب اصلصلها، بتبقى احلى لو ما صلصلتهاش.
عارفه الطماطم عندك بتبقى بتتاخد كده، بتبص تلاقيها يا اما باظت يا اما العيال فضلوا رايحين جايين عليها. لا الطماطم انا بجيب طماطم بالذات لما الطماطم بلاقيها حلوه، الايام دي طماطم حلوه برده مش وحشه، بحب اصلصلها بشيلها في الفريزر بقى، بتنفعني بقى في ايام بقى محشي طماطم مثلا، عايزه اعمل مكرونه اي حاجه بقى. انتوا عارفين بقى العيد جه وعايزين نستريح شويه كده، يومين العيد بس، هو يومين بس يا النبي نستريح من غير ما نعمل ولا اكل ولا اي حاجه. فهصلصل لي حبه طماطم كده وانا واقفه بقى، بما ان البوتاجاز شغال كده وانا واقفه بقى، اصلصلهم بس كده واشيلهم في الفريزر اهو ينفعوني. انا بحب طول ما انا واقفه اي حاجه بعملها، عارفين لما بقعد خلاص بقى, بتحلي كده وببقى مش عايزه اتحرك من مكاني، مش عارفه ليه. هصلصل الطماطم يا دوبك بس اضربها تغلي بس غلوتين، اتاكد ان هي استوت كويس. انا حطيت لها بس معلقه سكر ومعلقه ملح ونص كوبايه ميه بس، هي بقى تاخد وتدي كده. وبعد كده اضربها بقى في الخلاط في الهاند بلندر واصفيها وكيسها بقى واحط في الفريزر على طول، والله بتبقى زي الفل. هنا بقى ايه، كنت خلاص المحشي داخل على سوا، وبدات بقى انا واختي بدانا نغرف بقى. كان عندي فراوله طلعتها، وكان عندي كمان طلعتي عصير فراوله، وكان عندي مانجا. وعملت طبعا البلح حاجه رئيسيه، وادي الترش اهو، وادي المحشي. وكمان قالت صدور البانيه كانت تحفه والله العظيم حلوه قوي الصراحه، عجبتني عن البانيه. البانيه ب 200 جنيه، ولسه اجيب له بيض واجيب له فيجيتار، هكلفه قد ايه؟ لا ده حلو قوي. بصي صباع المحشي، اختي بتقول لكم ده الصباع بتاعي اختي بتحب المحشي صغير شويه، انا بحبه بصي يعني وسط، ولا صغير ولا كبير، العادي يعني زي اي واحده ست بيت. بحب اخلص عشان خاطر ناكل ونخلص، الا المحشي. المحشي ده بيبقى يعني على قد ما انا كنت متضايقه قلت لسه بقى لسه هعمل ورق عنب، اختي قالت لي لا انت حله وانا حله هنخلص على طول. فالايادي والله بتخلص، والحمد لله الاكل فضى وكفى، وكان زي الفل وزي العسل، وكان يوم جميل جدا. وقلت بقى ايه تاني يوم ان شاء الله كده بقى نبدأ نعمل في الشقق، نعمل في المطابخ. اول حاجة طبعا المطابخ، وبعد كده ايه نشوف بقى عشان خاطر نفرش الشقة ونلم الدنيا الجميلة اللي احنا فيها دي. يا رب يا بنات تكون لمتنا عجبتكم ويومي عجبكم وبألف هنا وشفا. ولو وصلتي لحد هنا ما تنسينيش في اللايك والشير، وقولوا لي كومنت حلو كده، وقولوا لي بدأتوا في الشقق ولا لسه. يا دوبك يعني انت لو ما بدأتيش بسرعة كده، بكرة حاجة وبعده حاجة وان شاء الله هتخلصي وتفرشي على طول. الأوضة اللي تعملوها افرشوها في ساعتها، مش هيحصل لها أي حاجة. لو يا ستي عيالك بيخشوا وبيطلعوا كده وخايفة، افرشي الحفاظات. ما عندكش حفاظات ملايات السرير اللي هي القديمة اللي انت مش بتفرشيها، مع ان كلنا دلوقتي يعني اغلبيتنا الحمد لله بقى عندنا حافظات وبقى عندنا حاجات. والله بجد الفرش نظافه يا بنات، طول ما انت مقرعه والسجاد، واللي يطلع من الحمام على المطبخ واللي يطلع من المطبخ على الحمام، بالذات الاطفال بقى يعني. بجد والله العظيم الفرش نظافه. انا واحده من الناس ما بحبش اللي هو التقريع ابدا، كل يوم هتقرعي كل يوم يبقى تمسحي. طب قولي لي بقى، ما احبش التقريع ابدا. خلاص اوضه نفضتيها وصبنتيها وركبتي الفرشه النظيف، خلاص حطي بقى السجاده بتاعتها وسيبي الصلاه طبعا اخر حاجه. يا رب يكون يومي عجبكم، والف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه